إملائي واحد كاف ليسقط هيبة كتاب كامل. من هذا المنطلق نظمت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية محمد القباضي بسير بالعباس مساء اليوم لقاء أدبيا بعنوان التدقيق اللغوي شريك المؤلف في صناعة الكتاب، لقاء يفتح ملفا مهما عن الجندي المجهول وراء كل إصدار في ناجح. هذه الأمسية الأدبية التي تعرف مشاركة نخبة من الأساتذة والدكاترة الجامعيين وكتاب المحليين، بالإضافة إلى عدة مواهب ورواد من المكتبة، كتاب الناشئين من رواد المكتبة. إذن هذا اللقاء سيكون فرصة لتبادل الأفكار للإفادة والاستفادة، وحتى يستفيد الكتاب لا سيما الكتاب الناشئين من هذا الموضوع البالغ الأهمية، والذي يعتبر شريك يعني الكاتب منذ البداية إلى غاية إخراج الكتاب في جودة وفي أبهى حلة. إذن التدقيق اللغوي والمراجعة اللغوية ولا بد منها لإخراج كتاب ذو جودة وذو قيمة فكرية وعلمية وأدبية، وهذا هو الموضوع الذي نتمنى إن شاء الله أن يكون فيه. اللقاء الذي أطره الأستاذ حبيب زحماتي عادل وبحضور نخبة من الأساتذة الجامعيين أكد أن التدقيق اللغوي ضرورة قبل الطباعة وليس الرفاهية. مداخلات ركزت على الأخطاء الشائعة في الإصدارات وعلى العلاقة التكاملية بين المؤلف والمدقق، كما طرح الكتاب الشباب انشغالاتهم حول تكلفة التدقيق جيت يعني اليوم في هذا المناسبة، في هذا اللقاء العلمي مع نخبة من الكتاب والمؤلفين، نشارك معهم إن شاء الله تعالى في موضوع مهم ألا وهو التدقيق اللغوي. حقيقة يعني التدقيق اللغوي له ضرورية كبيرة جدا في ليس كاكتشاف الأخطاء وتصويبها، بل حتى إعطاء صبغة جديدة للكتاب. ونحن نعرف أن الكتاب له أهمية كبيرة في تثقيف الفئة المجتمع والقارئ بشكل عام، فلذلك ينبغي أن يساعد المدقق اللغوي الكاتب في إعطاء جودة عالية في التعبير والأسلوب، في جمالية النص، في إعطاء صيغة جيدة لهذا المؤلف حتى يصل إلى القارئ بشكل سهل. مبادرة المكتبة الرئيسية بسير بالعباس تؤكد أن الكتاب الجيد لا يصنعه قلم واحد فقط، بل تصنعه منظومة يبدأها إبداع المؤلف ويصقلها تدقيق المحترف.